السلام عليكم، وحشتوني جدًا، جدًا، جدًا. صباح الخير بقى يا اللي معانا، وهنبتدي النهارده يوم جديد وفيديو جديد، بدأناه كده من الصبح. تعالوا نشوف النهارده اليوم هيبقى جامد جدًا ومليان أحداث إن شاء الله حلوة. أول حاجة كده طبعًا بنصحى بقى الفطار، وبعد ما فطرنا أنا باحب كده أفطر حاجة بسيطة، يعني كوباية لبن كده مع أي ساندوتش. و بُصّوا بقى منظر المطبخ، الدنيا كانت إيه، بايظة على الآخر. تعالوا بقى نشوف هنعمل إيه، وهنكمّل يومنا إزاي، ولايك بقى وكومنت حلو منكم وشير، علشان اللي ما اشتركتش معايا في القناة تنزل دلوقتي وتفعّل زر الجرس، وتستناني فيديوهات كتير. أنا كده النهارده فيديو سريع معايا، خلّصت بقى المطبخ ما حبيتش أجيبه وأنا لسه بقى باعمله، طبعًا عملت كده كتير معاكم. قُلت بقى كده شوية إيه، كشري على السريع، هنعمل النهارده الغدا بتاعنا كشري. كشري المحلات بقى بطريقة سهلة جدًا، والحاجة اللي موجودة في البيت بنستغلها معانا. الكشري طبعًا بقى مُكلِّف طبعًا عن الأول، يعني في أي إيد أسرة مصرية الكشري زمان كان 50 جنيه كبيره أوي، يعني تكاليفه. دلوقتي بجد، بجد دخل في ال150 جنيه. لإن كل حاجة فيه غِليت طبعًا، الرز والعدس والبصل، وطبعًا ما أدراك ما البصل، اليومين دول عليه مشاكل كتير. فالحمد لله طبعًا كل حاجة بإيد ربنا، وربنا بس يكمّلها معانا كده إيه، بالصحة والسَلامة. اللي ما لسه بقى ما حطّتش subscribe بقى للقناة، تنزل على طول وتعمل لي subscribe عشان نكبر كده مع بعض، والعيلة بتاعتنا الجميلة تكبر كده مع بعض. باحب هنا بقى زي ما أنتم شايفين كده أحمّر الشعرية، حمّرت البصل كلّه. في ناس بتحب تحمّر البصل قبل الرز في حلة الرز، أنا باحب أعمله كده كلّه مرّة واحدة عشان بيدّي لون واحد، وبعدين أخصم منه شوية للرز بيدّي طعم حلو أوي. فيالّا بقى كده تعالوا هنشوف هنكمّل أكلتنا إزاي. حمّرت بقى البصل الأول، وعشان بقى البصل بتاعِك يطلع مقرمش قطّعيه وحُطّي عليه معلقتين نشا، لو ما فيش نشا حُطّي دقيق، هيطلع معاكِ مقرمش وجميل. هنا بقى كنت سلقت العدس بجبة، وأحسن طبعًا تكوني ناقعاه. وبعد كده غاسلة الرز طبعًا ومصفّياه، هادّي له تشويحة بقى كده بملح وكمون. وطبعًا حمرت شعرية الأول مع والبصل المتحمّر حطّيت معاه، وهنبقى كده نزوّد له المَيّة بتاعته بعد ما نشوّحه، وخلاص هيكون جاهز كده إيه، للتسوية بتاعتنا. طبعًا الكشري من الأكلات المصرية، أصلًا الكشري أصلًا أكلة هندية، بس إحنا حوّلناه مصرية بقى بالتكات والحركات بتاعتنا. يعني ضِفنا له بقى العدس، وضِفنا له الحاجات الجميلة بتاعتنا. وفي ناس بتحب تحط عدس أصفر على ما سمعت، يعني في ناس بتحب تحط عدس أصفر مع العدس بجبة. لكن أنا بقى باحبه يعني عدس بجبة بس، وبرضه لو حطينا أصفر عادي لو متاح. حطيت هنا بقى شوية مرقة دجاج بودر للرز بتاعي، وهاغطّي ولمّا يتشرب بقى أحط الشياطة تحته، وأبقى كده خلاص. ابتديت هنا بقى إيه، أضبّط الزيت بتاعي كده وأروّقه يعني، وأحط بقى هاعمل شوية كده إيه، عيش مقرمشين كده بقى زي المطاعم بالضبط. أقرمش بقى نقطّع رغيف عادي كده مثلثات وحِتت كده، قطع يعني، وهاقليها عادي جدًا في الزيت، وتطلّعيها بقى من الزيت، وشوفي بقى لونها وجمالها، بجد بتحسّي كده إن العيش معاه بيشبّع. و وما بيبقاش بس كده الرز والمكرونة يعني الكشري لوحده، ده كمان زي مُقبّلات كده جنب الكشري، بيكون أحلى حاجة. ودي كان سُفرتي بقى النهارده، الكشري وطبق سلطة، وقليت كده فلفل، وحطيت على العيش بقى زعتر وروزماري وملح وكمون. بس كده. ما تكتّريش توابل أكتر من كده عشان ما يدّيش مرارة معاكِ للعيش. والشطة زيت طبعًا أساسي الكشري بتاعنا. وآخر اليوم كده خدت الولاد ونزلنا هتشوفوا آخر الفيديو رُحنا فين. مش لازم أبدًا نفضل كده على طول في البيت، بالذات في جو الأجازة يعني. خدت بقى الولاد كده ورُحنا قرية كده جنبنا يعني في القناطر برضه. قعدت كده شوية بقى وفرّحتهم يعني شوية في الملاهي، وكان يوم حلو أوي والحمد لله. أحلى حاجة كمان الحمد لله اليوم عدّى بخير. وأحلى حاجة بقى لمّا تكوني كده متطمنة بقى إن بيتِك مضبوط، وخلّصتِ اللي وراكِ، وعملتِ غداكِ، ويكونوا ولادِك كمان متغديين، حتى لو بعد كده هتاكلوا حاجة برّه خفيفة، فهيبقى برضه اليوم لطيف وشبعانين قبل ما يخرجوا. آآ واشوفكم بقى في فيديو جديد، وكده كان يومنا النهارده، واشوفكم في فيديو جديد، مع السلامة.